السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. النهارده بقى جايلكم بفيديو، بصوا بقى، من امتع واروع واجمل والذ واطعم الفيديوهات على قلبي. هنعمل ايه؟ هنعمل ورق عنب وهنعمل ملوخيه خضراء. تغيير بقى النهارده، مفيش روتينات معانا، فقلت ايه، نكتفي بهذا القدر. نكتفي بالطبيخ بس. هنعمل محشي ورق عنب، وهنعمل محشي بصل، ومحشي فلفل، ومحشي بطاطس. وده ورق ابيض كنت مطلعاه بس ما حشيتوش الصراحه. وهنعمل جيلي محمد ابني يا جماعه الجيلي. فانا عملت ايه؟ عملت قبل اي حاجه قلت اما اعمل الجيلي الاول عشان ايه، يمسك على اخر النهار. غليت انا بقى ده اسمه إيه؟ في البراد. البراد ده بياخد 4 كوبايات ميه، غليت فيه 4 كوبايات ميه زي ما انتم شايفين كده. وهحط فيه كيسين الجيلي. وبعد كده ايه، واحط معاه ايه، معلقه سكر، معلقتين سكر بالظبط عشان انا بحب في السكر. وعندي موزتين كده قمت مقطعاهم. وهعملهم في الجيلي. عندي محمد ابني بقى ما بيحبش ايه، ما بيحبش الموز في الجيلي، ما بيحبش اي فاكهه خالص، بيحب الجيلي ساده. فانا عامله له هو الساده، وعامله لنا احنا ايه، اللي بالموز. زي ما انتم شايفين بقى. قعدت اعمل بالمعلقه. عمال يتزحلق مش راضي يطلع. قلت خلاص بقى، ما كده كده هي ايدي اللي بتعمل، يعني هم مين. المهم زي ما شايفين بقى كده ايه، اديني بصب بقى الجيلي في الكاسات. علشان ايه، وعشان احطه في التلاجة عشان يمسك عبال ما اخلص. هنا بقى كانت الكاسات ما كفتش، كنت بجيب ايه، كاسات تانية. ال... دول ايه، الكيسين عملوا لي تقريبا 8 باين ولا 6. 8 تقريبا صح، او 8، 2 4 6 8. 8 جيلي. هنا بقى ايه، سبت الجيلي ومحمد قلت له النبي يا بودي الله يصلح حالك. قطع لي الملوخيه، اللي هي ايه يعملها لي. اما قال لي ماما مش بعرف، قلت له قعدت وريته يعمل ازاي، عارف بقى. فهو ساعدني فيها بصراحه، لكن ما كنتش هعرف. بعد كده بقى دخلنا على المطبخ. عملت بقى ايه، عملت حلتين، حله للشوربه وحله للبصل. وعملت ايه، وحطيت زيت وحطيت حته دهنه لمسه حاجه زي السمنه البلدي دي. وحطيت فيهم ايه، البصل. عشان نعمل ايه، نعمل التقليه بتاعه المحشي. وهنا بقى كنت جبت زي ما انتم شايفين في اول فيديو الطماطم اللي انا كنت مفرزاها في الفريزر يا جماعه. خدنا منها اهو اول كيس، هاخده اهو قدامكم. كان اول امبارح في الفيديو بتاع السمك. فده بقى ايه، دي الطماطم مفرزاها. هنا بقى كان الجيلي برد. فقلت اما احطه في التلاجة عشان ايه، عشان يمسك معايا لاخر النهار. على فكره لو لقيتوا اي صوت غريب كده في كده يعني، عارفوا المروحه. انا والله ما قدرت، انا جيت اقفلها بصراحه ما قدرتش، قلت لا مش هقدر. الجو حر قوي. مع ان الوقت الساعه 12 بالليل بس الجو حر جدا. المهم بقى ايه، محمد كان خلص الملوخيه. وانا غسلتها غسيل، والله العظيم غسيل من النار. ده بص، ده انا جايبه الغسيل فيها كتير قوي مش عارفه ليه. ومع ذلك برضو كنت بقفل الكاميرا وبغسلها مع نفسي. المهم يا جماعه ايه، المهم والله الملوخيه كانت جميله جمال. بص تحفه، يعني بقيت اشربها كده. انا اصلا بحب الملوخيه على فكره. بعد كده بقى طلعت ايه، خلصت الملوخيه، دخلنا على ورق العنب. شوفوا انا عماله امسك لكم الورقه واعمل ازاي فيها، واقفل ايدي عليها ازاي اهو شايفين. انا ما بغليش ورق العنب لو انا بحطه في الفريزر، ولا لو انا بطلعه. انا بجيبه من الست او الراجل اللي بيبيعه كده. بحطه زي ما هو كده في الفريزر، باجي اطلعه خلاص، هو خلاص التلج سواه. احطه ازاي بقى في ميه تاني واغليه تاني. فحتى ما بيجي يتحشي كده بيبقى جميل، ما بيبقاش مهري معانا، وبتعرفي تمسكي الورقه وتعرفي تحشيها. فانا بطلعه بغسله، انا غسلته غسيل كويس جدا والله. بعد كده بقى ايه، اروح بقى اجيب البصل اللي انا نسيته اصلا. على فكره البصل ده نص اترمى والله. نسيت البصل. لان البوتاجاز الانبوبه كانت بتشطب وواطيه جدا جدا، فقلت خلاص بقى ايه، مش هيستوي في سنته، اتاري خلص. فحطيته طبعا في ميه ساقعه علشان ايه، توقف السوا بتاعه. بعد كده جبت قماشه كده وقمت رايحه عامله عليها ايه، الملوخيه دي. دودو يا جماعه، دي دعاء اخت اسماء. صوريني يا هبهوب، صوريني يا هبهوب. قلت لها حاضر يا دودو مش هزعلك. هنا بقى كنت عملت اسمها ايه، عملت البطاطس. وعملت قورت، يعني غسلت البطاطس قطعتها وقورتها. والفلفل قورته. وعملت برضو بصلايه كده، قطعتها عشان احطها مع المحشي. وما عنديش طبعا خضره محشي زي ما انتم فاهمين. عملت انا بقى ايه، عملت فلفل اخضر. هنا بقى ايه، جيت عشان اعمل الملوخيه. بصوا بقى الحبه دول ربطتين ملوخيه، عملت معاهم معلقه واحده بس سكر. وعملت معاهم في كل شفشق كده 2 فلفل اخضر. وعملت معاهم في كل شفشق كده 2 فلفل اخضر. آه. بس بصوا بقى، انا ما بحبش الملوخيه ناعمه قوي، يعني بحبها ايه، يعني فيها الرمق شويه. طبعا ما بتبقاش ورق، بس بحبها مش ناعمه قوي.
طبعا انا عملت ايه اهو، شوفوا بقيت احط كوبايه شوربه ومعاها كوبايه ميه. خلصتها كلها طبعا بنفس شايفين يعني، ما كنتش بعملها قوي. شايفين عامله ازاي تحفه بجد، كانت جميله من كل حاجه، ولا مفرمه كان جميل، وطعمها كان جميل. هي كده انا خلصتها بقى، خلصتها كده خالص، وبعدين حطيتها في التلاجة لحد ما اجي اعملها. هنا بقى الانبوبه كانت خلاص بقى يعني خلاص فنيرت على الاخر، والعصر كان اذن هنا، وكان لسه ما عندناش انابيب. قلت اما احشي بقى، والله لحقنا النهارده لحقنا، ما لحقناش بقى لحد الانبوبه ما تيجي يبقى بكره، بس الحمد لله احنا لحقنا وتعشينا يعني. المهم ايه، جينا بقى زي ما انتم شايفين، انا شلت بقى حته تقليه كده عشان بنحب ناكل انا وابني، مزاج عندنا يا جماعه. والله العظيم ما كناش كلنا، انا حطيت التقليه اللي ابني كلها بقى، وانا قعدت ايه حشيت بقى مع نفسي. حطيت ايه بقى، حطيت البصل اللي انا مخرطاه دي، وحطيت قطعت في قرنين فلفل اخضر كده علشان ايه، يدوا معانا طعم كده للمحشي، عشان مفيش خضره محشي زي ما انتم فاهمين. وهنا بقى ايه كنت عملت اللي هو اسمه ايه ده الباقي اسمه ايه، الفلفل والبطاطس وايه والبصل. وهنا بقى الانبوبه الحمد لله يا جماعه زرغته اخيرا، الانبوبه دي جايه الساعه 7 المغرب، انا مركباها 7 المغرب. المهم الانبوبه جت وانا ركبتها، وبشوف نوت شوفوا الحمد لله مفيش حاجه. هي انا مولعه بورقه لاني ما عنديش، مش عندي ولاعه من اللي هي الولاعه اللي عندي كلها اللي هي ايه شراره بس، فولعت ورقه عشان اجرب الانبوبه الحمد لله. هنا بقى قلت لكم الليمون اللي معايا ده اصلا والله هو مش بايظ، بس ايه دبلان من بره، لكن ما شاء الله كان جميل وسليم. فانا عملت ايه، عصرته طبعا على ورق العنب، وحطيت طبعا ورقه حبه تقليه الباقيين دول قمت حطاهم هما كمان. بصوا بقى الاكله دي يعني، بصوا اعظم اكله في الكون. بصوا هي والسمك المكاريلي كده، قلب قلبي. بصراحه بموت بموت في ورق العنب. المحشي عندي اصلا هو ورق العنب، انا على فكره انا ما اكلتش اي حاجه غير ورق العنب. يعني بحب البصل، بص بحب التشكيله دي كلها جوه ورق العنب مش لوحدها. ليه بقى؟ لان مزازه الورق العنب بتنزل عليه بتخلي طعمها رهيب. بس انا اكلت ورق عنب بصراحه. هنا بقى ايه الحبه اللي كانوا باقيين ظهري اتقطم، ما قدرتش اكمل اكتر من كده الصراحه. لاني صاحيه من بدري ومروقه وغسله مواعين وترويق شقه وانبوء يعني فاهمين، فيلم بقى طويل. المهم ايه، جيت بقى انا ايه حبه المواعين دول بعد ما خلصتهم غسلتهم. بوريكم كمان المحشي بعد ما غلي. هنا المواعين اتغسلت زي ما انتم شايفين اللي كنت واقفه عليها. بعد كده دقيت تومه عشان اعمل ايه، عشان اعمل الملوخيه. هاخد بقى شويه شوربه حلوين كده، جبت مرقه دجاج وحطيت 2 مرقه دجاج برضو. شوفوا بقى الملوخيه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، الملوخيه فيها عرق يا جماعه، فيها مطه مش قادره. بس انا مجريه الفيديو مش باين حاجه، بجد مش قادره. حتى وانا بصبها بحطها في كيس عشان اعينها، اقسم بالله ما انا عارفه احطها من تقلها ما شاء الله. ليه بقى يا جماعه؟ قطعوا، ما تقطعوش الورقه بتاع الملوخيه، قطعوها بالحته اللي هي بتاعتها بالعود ده. العود ده بيدي مطه جامده قوي، بيدي مطه عرق جميل قوي الملوخيه. هنا بقى حطيت شويه زيت محترمين، حته سمنه كده، حته دهنه محترمه، السمنه الدهنه دي حته محترمه. خدت بقى معلقه نيه من الثوم حطيتها في الملوخيه، وشويه بقى ايه شويه الثوم الباقيين كده، وحطيت معاهم ايه معلقه كزبره ناشفه. وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، الملوخيه ما بتتغليش يعني، خلاص احنا خلصنا الملوخيه، بتقوم تغلي بس تقوم قافلين عليها بس وخلاص. وهنا بقى كنا خلصنا خلاص الملوخيه، وهنغرف بقى حياتي وقلبي وعمري محشي ورق العنب ده. وهنغرف بقى معاكم ايه الملوخيه كمان، وهنغرف الشوربه، وهنحمر اللحمه وكلنا. الاكل كان تحفه اقسم بالله، مش عشان اللي عاملاه، بامانه الاكل كان جميل قوي. لان انا بصوا يعني انا بعشق ورق العنب قوي قوي، وبموت في الملوخيه قوي قوي. فالحاجات اللي بتحبيها قوي بتعمليها بحب قوي، بتعمليها بمزاج عشان تاكلي حاجه حلوه، صح؟ فالاكل كان تحفه بصراحه. هنا بقى طب بعد ما طلعت اللحمه، انا بقول لكم والله لسه جعانه ما اكلتش، بوريكم ان انا ما خدتش الحبوب بتاعتي. انا واكلين بقى هنا يا جماعه العيشه بالظبط. آه اللحمه بعد ما طلعتها وقلنا ناكلها مسلوقه، ليه تسمينه كده، أنا بحب بموت في اللحمه السمينه دي الملبسه دي مع المحشي بعشقها. فانا ايه بحب بقى احمرها، نرش عليها شويه فلفل اسمر كده، ملح بفلفل، يا لهوي في حته تانية خالص. احلى 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 حته لحمه تاكليها، الملبسه ومرشوش عليها ملح بفلفل، كلي بقى واشبعي مع المحشي طبعا يعني. المهم كده خلاص خلصنا، كنا الحمد لله وشبعنا، وكنا جعانين قوي والحمد لله ربنا ايه
رضانا بقى وشبعنا الحمد لله. قمت بقى قلت ما ايه، اما اكمل بقيه المواعين. طبعا كملت بقيه المواعين، كانت مش نضيفه. والملوخيه هنا برضو حطيتها في الكيس زي ما انتم شايفين، وقمت حطيتها في الفريزر وكده ايه، وروقت المطبخ زي ما انتم شايفين وخليته فله. بعد كده بقى ايه، قلنا بقى نجيب ايه حاجه حلوه. خلاص قمت بقى جبت الجيلي، شفت الجيلي لقيته الحمد لله مسك. ومحمد ابني برضو مصمم على البطيخه التانية هي يا جماعه، الاولانيه فتحناها سوا وخلصت، دي بقى التانية. دي اختيار الراجل، الاولانيه كانت اختياري انا. برضو ما شاء الله كانت جميله قوي ومسكره قوي، كانت تحفه بصراحه. وقطعناها بقى زي ما شايفين كده بقى، وكلنا واتبسطنا. وخلاص يا جماعه، والا كده عدت وخلصت. انا لسه مخلصه من شويه والله، وعملت المونتاج وقلت اما اسجل بقى علشان ايه، انزل لكم باذن الله الفيديو بكره. واتمنى يا جماعه بقى تدعموني بقى. فين اللايكات، فين الكومنتات، في ايه يا جماعه؟ واتمنى اللي عاجبه المحتوى بتاعي يعمل اشتراك و... وايه، واتمنى ان اكون دفعه خفيف على قلبكم. واتمنى ان انا اوصل بقى بقالي كام شهر يا جماعه، كتير قوي عليا ان انا بقالي كام شهر كده. القناه الاولانيه بسم الله ما شاء الله في ثانيه، يعني في 4 شهور كده كانت، يعني ما كانش كتير بس كنا 400 وحاجه. حلو على ناس لسه انا اول مره اعرفهم، وناس لسه ما اعرفهمش يعني، فاهميني؟ يلا انا بصوا انا متفائله خير، متفائله خير. هنا بقى اوريكم البطيخ كان طعمه جميل قوي بعد ما قطعناه. كلت منه حبه حلوين، بعد كده قلت اما اكل يجيلي معاكم عشان اشوفه مسك ولا لسه، لقيته مسك. وخلاص كده وخلصنا، ويلا باي.